بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا اهلاويه؟ اخباركم ايه؟ معاكم الناس الاحمر. طبعا بكره في ماتش مهم جدا 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 بتاع اهلي وزمالك في الدوري. بس عاوزين نوصل 1000 مشترك يا اهلاويه. هنتوقع التشكيل، هنشوف التشكيل، هتوقع التشكيل ونعرف القائمه وناخدها معاه. وطبعا في مفاجآت في القائمه كتيره جدا جدا، ونعرف نتوقع النتيجة مع بعضينا كده إن شاء الله. القائمة خدها بكرة معايا: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، العش، أشرف داري، كريم دبيس، أحمد كوكا، مروان عطية، كريم ندفد، السولية، إمام عاشور، أحمد رضا، عمر الساعي، حسين الشحات، وأسامة أبو علي، وأشرف بن شرقي، ومحمد عبد الله، وجيرارد ياشار. دي القائمة اللي واخدها بكرة طبعا مع مستر كولر. عودة مصطفى العش بعد الإيقاف، وطبعا أول ظهور لأشرف بن شرقي. فيا ترى بكرة يبدأ بيه ولا لأ؟ ما أعتقدش ممكن يبدأ بيه بكرة. فاحنا كده ممكن نتوقع التشكيل مع بعضينا كده بكرة. طبعا بعد غياب إصابة قفشة طبعا هتبقى الدنيا هتبقى صعبة شوية في نص الملعب. لكن ممكن نتوقع التشكيل بكرة. ممكن محمد الشناوي، محمد هاني، كريم الدبيس، رامي ربيعة، مصطفى العش، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، حسين الشحات، جيرارد ياشار. ده ممكن تشكيلي متوقع الأقرب لبكرة النادي الأهلي إن شاء الله أمام الزمالك. لكن هو بكرة ممكن يفاجئنا بمفاجأة كبيرة جدا، ونفسي يعملها بصراحة، يعني نفسي يعملها ان اشرف بن شرقي يلعب مكان امام عاشور، ويحط امام عاشور مكانه في نص الملعب، ويبدا بمروان ورضا وامام عاشور، وقدام بن شرقي وحسين الشحات وجيرارد شور. نفسي اعمل كده بصراحه، بس انا ممكن صعب جدا او يبدا كده بكره بن شرقي، ممكن يخلي الشوط التاني. فنشوف بكره فكر كابتن كولر هيكون ايه. فاحنا كده كده مش هنشجع على بن شرقي، سواء لعب بكره او لعب الماتش اللي بعديه مش هتفرق معانا كتير. اهم حاجه ان هو سليم وجاهز للمطوشه اللي جايه ان شاء الله. وبعد طبعا ما شفنا اراء كرة اراء لا لاعب ان شاء الله في الهلال السوداني في افريقيا، فمحتاجين كل اللعيبه بتاعتنا عشان الهلال السوداني السنه دي صعب شويه. بس ان شاء الله مش هيكون صعب علينا يعني. كمان اول ماتش هنا فتبقى صعبه شويه. هنا تاني ماتش لسه مش عارفين نلعبه في ليبيا ولا في اثيوبيا، لسه مش عارفين الهلال هيلعب فين. فده بالنسبة للتشكيل اللي متوقع بكرة إن شاء الله. النادي الأهلي هنتوقع النتيجة ممكن مثلا 3-0 النادي الأهلي، ممكن تزيد أو ممكن تقل. بس أعتقد إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله هتزيد عن 3. وإن شاء الله مش هيخش فينا جوان، يعني إن شاء الله دفاعنا بكرة يكون صاحي وفايق. يمسكوا عبد الله، أهم حاجة أهم لاعب في عبد الزمالك بصراحة عبد الله السعيد. الزمالك الأهلي لو مسك عبد الله السعيد، الزمالك مش هيعرف يعمل حاجة. أهم لاعب فيهم عبد الله السعيد. وكده كده ناصر مهم مش هيلعب عشان موقوف، وأحمد حمدي أصلا مصاب، وزيزو مستوى غلط. بس انا ممكن زيزو بكره اتالق يعني، فاهم؟ فاحنا برضه لازم نعمل حسابنا لكل حاجه يعني. هو عبد الله سعيد اهم لاعب فيهم، بس زيزو بكره ممكن يرخم شويه. فهنشوف الدنيا تمشي ازاي بكره، وان شاء الله اللي يكسب ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه الاداء مع النتيجه. بس ماتش الاهلي والزمالك دي احنا عايزين نتيجه بصراحه يعني. انا في ماتش الاهلي والزمالك بالذات عاوز نتيجه مش عاوز اداء. نكسب وبس ما نخسرش، عشان خسرنا بكره هتبقى مشكله جامده جدا 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 للنادي الاهلي. فيلا الاهلاويه، نشوف بكره نتعرفكم ونشوف توقع معانا التشكيل، توقع معانا النتيجه. السلام عليكم ورحمة الله.